سلام حباباتي صحاباتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا غايه وتكونوا صحتكم لاباس وكاع صوالحكم ملاح. المهم حباباتي، جيتكم بوصفه جديده. على بالي بلي طولت عليكم، مي الله غالب مانيش قاعده في الدار، عاود رجعنا للخدمه. الحمد لله يا ربي. المهم من داك لداك نحط لكم هكا وصفه كيكون قاعده، ان شاء الله ما نطولش عليكم. اليوم جيتكم طبق ولا كراتان تاع لوبيا خضراء، اللوبيا ماشطو بنين بزاف بالسكالوب وطبقاتين. هذا الكراتان البنات تحطوه لعائلتكم، تحطوه لضيافكم يجي عندكم يحمر لكم وجه. طبق بريزونطابل الشباب خفيف، درت لكم طريقتي الخاصه، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش الشيرات الى عجبكم لا فيديو، ما تنساوش تحلوا لي جيم. هذا نهضر على المشتركات القدامى والمشتركات الجدد، نرحب بهم نقول لهم مرحبا بكم عندي في قناتكم كوكويزين دي زاد. نبداو بسم الله على بركه الله. الوصفه تاع اليوم، هنا الشيرات عندي شويه تاع سكالوب كما راكم تشوفوا، نقيتها قطعتها كيما هكا. هنا مش عارفه اش عشيت والله ما عقلتش عشيت. المهم نتوما ديروا على حسب عدد الافراد العائله تاعكم. نجيبوا هذاك السكالوب نقوه غايه، نتبلوه بشويه تاع لي زيبيس، نديروا شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع الكركم، ندير شويه تاع سكنجبير. هادو هما التوابل اللي غادي نديروهم، ما نديروش توابل بزاف، ونديروا شويه تاع الملح تاني. ايا ونخلطوهم. ماذا بكم نتوما تخلوه يقعد هكا مده طويله، ولا بغيتوش ديروه مباشره، يعني ما تحاولوش تفهموا. هنايا نسيت باش نقول لكم، نديروا 3 سينات تاع الثوم معاه، نربوهم ونديروا شويه تاع الملح ونخلطوا. قلت لكم هذا الكراتا يجي شباب بزاف. قبل ما ننسى الاخوات اللي اشتركوا في القناه تاعي جدد، ونقول لهم ما تنساوش تفعلوا الجرس اسفل الفيديو، هكا كي نحط الفيديو تاعي يوصلكم اشعار بلي حطيته، ايوا دخلوا تفرجوا فيا. هذه هي كملاحظه بين قوسين حبيباتي. هنا نجيبوا لاكوكو تاعنا، هنا نديروا شويه تاع الزيت، ندير شويه تاع مارغرين. انا كيما عودتكم دائما في وصفاتي، ما نبغيش الحاجه اللي تشدني بزاف، وما نبغيش الحاجه اللي نقعد واقفه عليها ونطيب ودور. نبغي ندير حاجه بالخف كلشي مع بعض، ايوا نروح نقص واحد اخرين، ما نقعدش حاصله في الكوزينه. المهم هنا شويه تاع الزيت، ندير شويه تاع مارغرين. انا نخدم مارغرين تاع الصور قلتها لكم ديجا من قبل. نجيب هذوك لي زيسكالوب اللي تبناهم، نقلوهم في هذه لاكوكوط. هذه لاكوكوط نخدموا فيها كل شيء، ما غاديش نخدموا في المقله نعاودوا نرجعوا نخدموا هنايا، غادي في لاكوكوط غنديروا الوصفه تاعنا كامله. نجيبوا هذوك الشرائح تاع الديك الرومي، نحطوهم في هذيك الزيت وهذاك المارغرين، ونقلوهم مليح. شوفوا نحطوهم كيما هكا ونبلعوا عليهم، خلوهم حتى يدوا هذاك اللون الذهبي المحمر. لازم سكالوب تاعكم يتقلى لكم غايه، ما طيبوش هذاك الطياب هذاك اللي يجي ابيض، لا، نحتاجوا البنه تاعها تخرج كيما تحصلوا كيما هذا اللون كيما راكم تشوفوا. انا باغين كيما هكا باش البلا تاعنا يجينا شباب، واللحم تاعنا تاني يجينا بنين. نعرفوا السكالوب تاعنا كون تخلوه خضر ما يجيكمش بنين. شوف في هذه المرحله غادي نقلوا هذا السكالوب نحطوه في الطبسي، نحطوه ابار، ونكملوا الوصفه تاعنا. شوفوا الشيات البنه كاع راهي في هذيك الكحوليه اللي كتشوفوا فيها في لاكوكوط، هذيك هي البنه تما حطت. هذه الوصفه تاعنا، هذيك هي البنه اللي غادي تخرجها شابه. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا، نجيب حبه تاع بصله متوسطه نربيها ونحطها مع هذاك الزيت اللي قلينا فيه السكالوب، ونبداو هكا نحلحلو في ديك لاكوكوط نقوها. شوفوا غادي نردوها تشعل، دوك نوريها لكم كيفاش غادي نرجعها تشعل. هيا نشوفوا نقلو هذاك البصل هكا ندبلوه شويه، يدي هذيك النكهه تاع الدجاج وكاع السكالوب اللي قليناه. نزيد عليه هنايا حبه تاع طماطم متوسطه، نفس الحجم تاع الطماطم هو الحجم تاع البصل. هذه باش الاخوات المبتدئات اللي ما يعرفوش وكاني نقول لكم نفسها الحبه كي درتوها تاع البصل نفسها تكون تاع الطماطم. هيا نزيدوا عليه هنا اللوبيا خضراء. هنا اللوبيا خضراء كي درت لها الشيرات، جبت اللوبيا خضراء نقيتها قطعتها عفوا، نقيتها بلا ما نفورها بلا ما نطيبها. راكم تشوفي هذه اللوبيا خضراء لوبيا ماشطو خضراء بلا ما تكون طايبه. نديرها مباشره في لاكوكوط. هذه شوفي الطريقه سهله مهله، سيرتو الاخوات العاملات، الاخوات اللي بغوش التعب. شوفوا تخرج لكم بنينه كراف. نخلطوا هذوك المكونات اللوبيا خضراء مع البصل مع الطماطم مع داك الزيت اللي قليناه فيه وكاع كلشي مع بعض ونقلوه. شوفوا هذيك هي البنه. نزيدو التوابل. هنايا عندي شويه تاع الفلفل الاسود، ندير شويه تاع الكمون، وندير شويه تاع الكرويه، ما تكثروش كرويه. شوفوا الكمون الكرويه، ندير شويه تاع شو قلت لكم فلفل اسود، ايوا شويه تاع سكنجبير وشويه تاع قرفه.
وشويه تاع الملح. هادو هما التوابل اللي نخدموهم في اللوبيا ماشطو، اللوبيا خضراء يجوكم هبال هبال هبال. هاد الوصفه البنات تنجمو ما تخدموش فيها كاع، ما ديروش فيها كاع اللحم، وديروا فيها التوابل اللي قلت لكم عليهم، يخرجوا شوفوا سكر سكر ما شاء الله. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا ملحناها، نخلطوها مليح مليح مليح، نخلو داك البصل اميام يتقلى مع هذيك الطماطم هيا، ونمرقوها بالماء. الماء شوفوا نتوما ديروه على حساب عدد الافراد العائله تاعكم، ما تكثروش الماء بزاف اكيد باش الماكله تاعكم تجيكم بنينه. ولا كثرتوا لا كان نتوما كنتوا بزاف ما شاء الله في العائله تاعكم، الحبه تاع بصل تكبروها، ما ديروش حبه متوسطه، ديروا حبه كبيره راكم عارفين. نمرقوها هنايا، انا نمرق بالماء بارد عادي، ما نديرش الماء سخون، هذه كان ملاحظه. وماكلتي تجي بنينه سكر 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 راني نشكر في روحي. المهم هنا نشوفوا نخلطوها هكا نبلوها ونخلوها طيب حتى تشوفوا هذيك اللوبيا الخضراء تاعنا طابت معانا، ما غاتشد لكم وقت كبير، واحد 20 مينوت هكا تكون طايبه. ها هي البنات لاصوص تاعنا كيفاش ولات، اللوبيا تاعنا الخضراء طابت بلا ما نطيبوها بلا ما نضيعوا الوقت، مباشره لوبيا ماشطو اكسبريس. هنا نجيبوا البلا اللي يدخل للفوغ. انا عندي كميه من البطاطا قطعتها دوائر كيما راكم تشوفوا، ندير هكا قاعده اولى، ونزيد فوقها البنات اللوبيا خضراء واللوبيا ماشطو، نديرها هكا من فوق كطبقه ثانيه، او ميم طون ندير في هذيك لاصوص معاها. طريقه سهله ماهله وتوجد لكم بالخف. نتوما هذاك لو طون اللي تكون فيه اللوبيا خضراء تاعكم طيب، تكون تدخلوا في البطاطا، يعني ما غاتش تشد لكم وقت كبير في الكوزينه. هذه اللي قلت لكم وصفه للاخوات اللي يبغوا الوصفات السهله البنيه الاقتصاديه، واللي ما تدش الوقت بزاف واللي ما تعبهمش بزاف. شوفوا هنا بعد ما درنا هذيك اللوبيا خضراء من الفوقه، نسقوا كيما هكا بلا صوص هذيك البطاط تاعنا باش تجينا الكغاطه تاعنا يجينا طري ومجينا مشمخ وما يجيناش ناشف الكغاطه تاعنا. كاين بزاف يديروا الكغاطه ويجيهم ناشف، انا ما نحبش هذوك الكغاطه اللي يجوا ناشفين. هنايا بعد ما سقينا هذيك البطاطا وكاع نجيبوا هذاك السكالوب تاعنا اللي قليناه. شوفوا اللون تاعه ما شاء الله كيفاش جا، لازم تقلوه بهذه الطريقه، ما تخلوش خضر باش يجيكم بنين. نحطوه كيما هكا فوق هذيك اللوبيا الخضراء. هنا عندي كميه من الجبن المبشور، تحكموا هذاك الجبن المبشور الشيره تديروا له، ما تحطوش هذاك الجبن المبشور فوق هذاك القطع تاع السكالوب، لا ديروه غير فوق هذيك اللوبيا هكا باش كيذوب معكم يجيكم شباب ويبقى اللحم هكا باين، والكغاطه تاعكم يجيكم الشكل تاع شباب. ما تغطوش ما ديروش الفرماج فوق اللحم، ديروه غير فوق اللوبيا الخضراء هكا درجوا كيما انا ندير كيما راكم تشوفوا. هنا مسخنه الفرن تاعي، شوفوا ندخلها كيما هكا غير هذاك الفرماج يذوب ونشوف ديك لاصوص تنشف لي شويه وتشربها البطاطا هكا. ايوا ونطفي عليه وتشوفوا واجد معايا في طبق التقديم ان شاء الله. البنات ها هو الكغاتي تاعنا بعد ما وجد معنا، شوفوا ما شاء الله الشكل تاعه كيفاش يجي بريزونطابل، يجيكم هذا الكغاتي طري ومشي ناشف ويجيكم بنين. هذا اللي محبي تاع اللوبيا خضراء لوبيا ماشطو اللي يحوسوا على وصفات جديده وكاع، جبت لكم هذه الطريقه تاعي ان شاء الله تعجبكم. حبايباتي الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم وديروا لي كومونتير شباب، واللي مازال ما فعلتش الجرس نقولها فعل الجرس، ونرحب جميع المشتركات الجدد والقدم اللي عندي نقول لهم مرحبا بكم عند اختكم في قناتكم كوكويزين دي زاد. ان شاء الله يا ربي نقعد توجور مع بعض وتوجور نفرحكم وتفرحوني ونحط لكم وصفات شابه. غير صبروا عليا شويه، قلت لكم مع الخدمه وكاع ما نقدرش نحط لكم كل يوم. حبيباتي شنو نقول لكم، تهلاو في روحكم، نبغيكم بزاف بزاف، نتلاقوا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.